بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين النهارده نتكلم عن تجهيز الامهات لدخولها الصوبه وبدايه موسم التفريخ. اولا طبعا انا مجهز صوبتي من الاول. صوبتي مليانه ميه بقى لها يومين ثلاثه، خدت الحراره اللي اعلى شويه من ال- الحوض اللي فيه الامهات. هبدا انشف على الامهات. طبعا الفتره اللي عدت دي ما كانش فيها تغذيه، فطبيعي الامهات ضعيفه. الامهات دي لازم اعزلها، يعني لازم اخليها اصناف، احجام. يعني كل لها ميزه، اخلي المميزات مع بعضها. بمعنى ايه؟ بالنسبه للحجم، للون، لحاجات كتيره هنتكلم عليها. هنتكلم النهارده عن الاول اصفي على الامهات. عاوز اصفي في اقل مده ممكنه على الامهات، علشان ما اسيبش الام في الخاب وفتره طويله والجو برد اليومين دول. الامهات بالنسبه لي تبدا تتجرح وتبدا تتعب من البرد بتاعي، وابدا اعاني منها ويسقط منها كتير. لا، انا هعمل ايه؟ احاول بقدر الامكان ان الصرف بتاعي يبقى تمام. اصرف في مده قليله جدا، وابتدي واختار يوم يكون مناسب بالنسبه لدرجه حراره اللي تكون يعني اعلى نسبيا من الايام العاديه. يوم يكون دافي، يوم يكون نقول الصيف اللي ما هوش صيف، يعني هنقوله ايه مثلا الصيف اللي هو الدافي شويه. طبعا لان مش هقدر اختار حاجه في الشتاء، انا كده كده الجو بارد. لسه هختار ايه؟ يوم اتنين تلاته يكونوا كويسين كده، الارصاد بتقول فيهم ان يكونوا تمام، اصفي فيهم. هصفي الامهات. هبدا اطلع الامهات. هطلع الامهات قدامي. لازم انا اكون موجود بنفسي، او الفن الموجود كويس يكون تمام ومسيطر على العماله اللي معاه، علشان نقدر نقول ان احنا هنفرز الامهات دي ازاي ونحطها. لو انا النهارده هفرد ذهبات، او هفرد في حوض الخرسانه، او هفرد في باكيات من الصوبات الطينيه، كلهم زي بعضهم. ابتدي الاول اركز على الحجم. الامهات اللي حجم بعضها هي اللي تروح مع بعضها. انا مثلا هحط وليكن مثلا في الهابه 50 سمكه، 50 نتايه. او في الحوض الخرسانه 50 نتايه او اكتر، على حسب حجم الحوض او على حسب حجم الهابه، ما عنديش مشكله. او الباكيه بتاعتي مثلا هحط فيها قد ايه؟ 150، 200، 300، ايا كان على حسب حجم الباكيه. انا النهارده هبدا اخلي العماله عندي تصنفها لي احجام، لان دي اي حد يعملها، الحجم اللي قد بعضه تقريبا. انا النهارده باخد الحجم، وليكن مثلا النهارده هنقوله صغير متوسط كبير. هنخلي المتوسط الصغير لوحده، الكبير لوحده، والمتوسط لوحده. هبدا انا كفني بقى ابص على الامهات دي متجانسه مع بعضها ولا لا. يعني الام ايه؟ الضعيفه قوي اعزلها لوحدها، حتى لو هي صغيره ومناسبه للي معاها، بس ضعيفه قوي لا اخليها لوحدها. ليه؟ لان هي دي هتفرخ ابطا، هتبقى اقل منه، يعني هتزيد شويه في المده، يومين ثلاثه حاجه ناخد منها التفريخ. هيبقى الامهات كلها مدياني زريعه وهي لسه مدياني بيض، فهعدمهم. لو انا، وخصوصا ان انا لو انا ما عنديش معمل. طب انا هعمل امهات كويسه تمام مظبوطه، كلها زي بعضها، حجم بعضها متناسقه بالنسبه للجسم. السمنيه بتاعتها كلها زي بعضها، ما فيش واحده ضعيفه قوي، ما فيش واحده باين عليها العجز. العجز ده مش سن، العجز ده لحم. يعني لو واحده عجوزه، شكلها عجوز ضعيفه، بلاش منها. لو انا مش هقدر استغنى عنها، يبقى هحطها لوحدها في هبه لوحدها، بحيث انها لما تاكل كويس ما افرضش عليها الذكر غير لما تبقى مناسبه للتفريخ. هبدا اشيل الامهات واعد معايا، وزي ما قلنا بقى كل حاجه لوحدها. حتى لون السمكه، لو انا اقدر اخلي لون السمكه كله موحد، لان زي ما احنا بنقول، لو واحد اسمر وست سمراء هيجيبوا عيال سمر، لو واحد ابيض وست بيضاء هيجيبوا عيال بيض. انا عاوز لون السمكه يبقى متجانس، علشان ده بيفرق معايا وانا ببيع. انت بالنسبه لك في الزراعه مش هتفرق، لان الزراعه كلها شكل بعضها. لما بتكبر الزراعه ديت وتبقى سمك بلط كبير، بيبقى باقي بيبان فيها اللون. انا عاوز لونها كلها تقريبا متجانسه، تبقى البوكسه وهي قدامي فيها 25 كيلو تقريبا شكل بعضها في اللون. لما تبقى شكل بعضها في اللون تجيب سعر، ودي بتبقى ميزه عندي في المفرغ. ده سمكه بيجيب سعر. سمكه بيجيب سعر ليه؟ متناسق، لون بعضه، مفيش حاجه مختلفه. واحنا عارفين وبننزل السوق عارفين ان لما بيبقى السمك لونه مختلف عن بعضه، واحد يقول لك ده لا، ده مش حلو، لا ده الميه دي مش تمام، لا ده كان بيرو ميه غامقه، لا ده بيرو ميه فاتحه. لا، انا بقى اشيل الموضوع ده كله عنه، واخلي اللون كله متجانس، فاتح زي بعضه، غامق زي بعضه، او ايا كان، عشان البوكسه بتاعتي بالنسبه لي تبقى سمكه مظبوطه. او ما ناخد شهره في المفرغ بتاعي ان سمكي بيجيب فلوس كويسه في السوق. وده يخليني اقدر اشتري كميات كبيره من الامهات، واوسع صوتي على حس الموضوع ده، ويبقى عندي زباين كتير تاخد مني زريعه، ويبقى موسم مربح ان شاء الله علينا كلنا. وهنتكلم عن دخول الذكور في الفيديو الجاي ان شاء الله.